واحد راح ميدان التحرير كان مرتضى منصور يوم 25 في الثوره اسمها 25 يناير، وانا ضد الكلام اللي حضرتك بتقوله وما غيرتش تاريخ مصر اذا كان تغيير الى الاسوء. هو اللي قالوه في ميدان التحرير دون الحريه والديمقراطيه والتزوير والفساد، هو انا مش قايله؟ احنا ضد اللي قلته. هذه ليست ثوره. حضرتك ثوره ايه دي؟ وبعدين لما حضرتك دي ثوره وهنحتفل بيها، انا اللي اتقال في ميدان التحرير انا قلته قبل الولاد دول اللي ما يزعلوا الاولاد، قبل الشباب والشباب دول ما يتولدوا، انا قلته 25 6 يناير، واخد بالك؟ لما تيجي بتقول لهم 25 يناير ثوره بيسالوا حضرتك طيب واتخطفت. هو في ثوره بتتخطف؟ انا اللي طلعت على منصه القاده 84 قلت لسه قايل لك الفساد في مصر قد استشرى، القانون المصري لا يطبق الا على الضعفاء الفقراء. هذه مؤامره حدثت على مصر. الانتفاضه بتاع الولاد اللي طلعوا 28 بعد الصلاه وما يعرفوش ان دي مؤامره استمرت لمده ساعتين، اللي هم طلعوا يا فندم من الكوبري قصر النيل، واخد بالك، عشان يروحوا ميدان راحوا الميدان، كلوا علقه بعد 5 دقايق من مين؟ من الاخوان. ده اللي حصل، من الاخوان. روح قالوا انت هو احنا خدناه. جماعه الاخوان المسلمين فصيل وطني اليوم تاريخ مشرف ضد الانجليز وضد في الحرب ال 56. انا معاك وانا بقوله، مش يعني ما بغيرش كلامي. حماده امام حاجه، البيت بتاع ممدوح بس حاجه ثانيه خالص اللي اسمه حازم. ده بقى مهذب اكتر من اللازم، فيعني افتكر يا حازم، بفكرك مع انك طول عمرك ضدنا في الانتخابات، راح فشل هناك وقبل ما يسافر كتب اقرار انه لما يرجع مصر يلعب 3 سنين مجانا. يعني مؤدب اكتر من اللازم ومهذب ومتربي وام الدكتوره طبعا ماجي طبعا ست محترمه جدا. ربنا يرحم والده. انت طول عمرك ضد الزمالك يا حازم، وطول عمرك مع ممدوح بس. شوف انا عندي راي ما بغيروش. انا الغلطه غلطتي اللي دخلت واحد زيك راح اوروبا وصغير. عملوا معاك يا ولد في اوروبا انت صغير يا ولد. شكرا يا فندم. كاسات السفير. شكرا يا فندم. انسان سافل مش متربي، بس مش هدي القضيه. بس فكرني باحمد مرتضى. انت عارف يا احمد في السن ده بلاش احمد، طيب خلينا في امير. مين اللي سماك ميدو؟ مين اللي فاني خرابه سموك ميدو هنا؟ خرابه بلجيكا. في ناس صنعت مجد هذا النادي اكتر من مرتضى منصور وجلال ابراهيم وكل الناس دي اللي هم اللي لعبوا، فهو زي احمد بالظبط، وشكله ونفس طريقته ودفاعه احيانا. مين شيكابالا ده؟ مين اصلا؟ طبعا كابتن شيكابالا قائد لازم. قولي لي مش طايق شيكابالا، انا مش طايق حته لعبه عندي. كلهم بتحبوه مش عشان كلهم بتحبوه عشان هو كلهم بتحبوه علشان لعيب. يا باشا شيكابالا لما هرب المؤتمر الصحفي كان نايم في فيلتي بلاش يا كابتن يا فندم. الناس اللي هي بتفهم في الكوره بتستمتع باللاعب اللي هو يا راجل قوي يا فنان. طبعا هو فنان وانا بقوله، مش يعني ما بغيرش كلامي. شوف انا عندي راي ما بغيروش.